سلام، كل سنه وانتم طيبين. كلها ايام وداخلين على رمضان، وبالمناسبه دي وبمناسبه ان انا قبل كده حكيت لكم على ابن خالتي، فانتوا دخلتوا جوه العيله خلاص. فالنهارده انا جايه احكي لكم على جدي، تحديدا على الامان، على طريقه جدي. وجدي مش منفرد بالطريقه دي، لكن هو كان كل جيله بيعمل كده. الاول اعرفكم على جدي. جدي كان تاجر، وكان راجل شيك، يلبس بدلته كرافتته والكاسكات بتاعت الاجانب دي، لان هو كان بيتعامل مع اجانب كتير بحكم تجارته، منتهى الشياكه والاناقه. عنده عمال شغالين عنده زباين بيجي يشتروا منهم اللي بيشتري جمله ومنهم بيشتري قطاعي طبعا، لان هو بيشتغل في الاثنين. وطبيعي ان طالما عندك عمال فانت عندك ناس هتعمل غلطات، هتخسرك فلوس، هتخصم عليهم، مش كده؟ فكان بمنتهى البساطه لما يجي يخصم على حد يقول له: يا فلان انت خسرتني كذا كذا كذا، ونص ثمنها انا هتحمله ونص ثمنها انت هتتحمله، هخصمه من دخلك. نفس الوقت يرجع البيت يقول للهانم مراته جدتي: يا هانم، مرات فلان الفلاني ابعتي جيبيها تساعدك في البيت، اكيد هتلاقي حاجه انت محتاجاها في البيت. فالهانم تفهم ان هو خصم على العامل ده، وبناء عليه هي هتجيب الست دي، هتديها اجرها وهتكرمها من خزين البيت. وخزين البيت ده لو انتم مش عارفين، ده بيبقى اوضه او اوضتين فيهم البانتري ما كانش دولاب زي الايام دي. البانتري كان بيبقى اوضه او اوضتين متخزن فيهم كل ما تشتهي الانفس وممكن تخزينه من حبوب وخضروات مجففه وفواكه مجففه، وزي ما انتم عايزين تقولوا. ايام ما كان ده موجود في كل بيت، وغالبا بتبقى في الدور الارضي تقريبا، لان البيوت زمان كانت بتبقى متقسمه ان الدور الارضي فيه الخدمات، الدور الاولاني فيه سكن البي والهانم والبنات، الدور اللي بعده فيه سكن الشباب، او العكس، كل واحد حسب ما يترقى له. حاجه تانية كمان، لغايه النهارده وانا ماشيه مع ماما، او ساعات ماما تروح مشوار وتيجي يقابلها حد عن طريق اسمها: انت بنت فلان الفلاني، ده فلان الفلاني ده كان خيره علينا، ده احنا كنا بنبقى في البيت عندنا محتاجين نجيب كذا وكذا وكذا وكذا، وهو كان بيدينا البضاعه ونقول له معناش فلوس، يقول لنا روحوا مش مشكله، ما كانش بيسال، واحنا شايلينه الجميل لانه كان بيعمل الكلام ده بنفس طيبه، بيعمل خير من البحر. فزمان كمان كانت الناس بتشيل الخير ده وبتشيل الجميل وما بتردهوش اسيه. عشان كده لحد النهارده ممكن ماما تكون رايحه في حته بتعمل خدمه معينه، تلاقي حد من اسمها وهو ما يعرفهاش: انت بنت فلان الفلاني، ده باباكي ليه جمايل. على فكره انا جدي متوفي من زمان قوي، غالبا من عصر حتشبسوت، بس الناس اللي فيها الخير لسه فاكره له الخير. زمان كان معروف ان التجار بيبقى بيوتهم في ظهرها بيوت الناس الفقراء، والناس الفقراء اللي فعلا اللي هم يا دوب حد كفاف او بيقضوا اليوم بيوموا، مش متيسرين الحال. وكانوا ولاد الفقراء وولاد الاغنياء في المدرسه مع بعض، ومفيش مانع ان على دخلة مدارس، على دخلة مناسبه، ان المتيسر الحال ينادي على الستات، ينادي على الست: امال اخبار العيال ايه، اخبار البنات ايه، ده انا اشتهيت لك حته القماشه دي وانا بجيب للعيال وجبت لك معايا. دخلت المدارس: عملنا الشنط للولاد وعملنا لكم معانا. ده اسمه ايه؟ ده اسمه التكافل الاجتماعي المجتمعي، مش تكافل وكرامه. المجتمع نفسه بيشيل بعضه وبيشيل بعضه بكرامه، يعني لا بتهين عامل عندك ولا بتهين حد علشان تشوف نفسك انا صاحب الاحسان الاعظم. فالمجتمع كان امن، والامان ده كان متواصل لدرجه ان انت تتكلم على ان جدي ميت من سنين، الخدمات اللي بتتقدم لامي او ان تلاقي حد بيقف جنبها من غير ما هي تعرفه لمجرد انه يعرف اسم باباها، ده نوع من انواع الامان يا جماعه. ان حد بيذكر كرم انبي والدك، عطف او احسان انبي والدك، ده نوع من انواع الامان. احنا النهارده بنعمل ايه؟ احنا النهارده الامان بقى سلعه، وبندفع ثمن الحاجه اللي ممكن نجيبها لو ثمنها الحقيقي مليون، بندفع فيها 10 مليون عشان نشتري الامان ده. واحنا ما بنشتريش الامان، احنا بنشتري الوهم. لان جوه السور بيتقالك انت شاري من اهني واحده ام 10 ولا واحده ام 100 مليون. لو انت شاري من ام 10 بس انت فقير، وهتبقى ماده للتنمر وماده للضغط العصبي اللي موجود النهارده. انت علشان تجمع اكتر، علشان تحاول تجاري المجتمع ده، انت بتيجي على مين؟ بتدور على عامل موجود عندك، تستغل اي فرصه اضطراب ما في الدوله، وده احنا شفناه كتير من 2011 لحد النهارده. اي حاجه تحصل بروحوا شوفوا مين يشغلكم، امشوا، ده المرتب اللي عندي وان كان عاجبكم، ايه انتوا عايزين ايه، انتوا شغالين عندي المفروض تحمدوا ربنا ان انا رضيت اشغلكم. نوع من انواع الاستعلاء، وكأن الناس بتشحت منك، مش انت اللي محتاج لها. الناس دي محتاجه لقمه عيشها، لكن محتاجه تاخده بكرامه زي ما انت محتاج ليهم، لانك مش هتقدر تشغل لا مصنعك ولا معملك ولا مزرعتك من غير الناس اللي بتشتغل عندك. انت محتاج لهم زي ما هم محتاجين لك. بس في جميع الاحوال الضغط واهانه الناس والدوس على كرامتهم بيمرر العيشه، ومرار العيشه ده لما بيطفح على الكل، محدش امن. هتقول لي احنا جوه السور متامنين. انت مش متامن جوه السور، لان اللي بيحميك جوه السور برضو من طبقه غير طبقتك. وانت جوه السور الطبقات مش طبقه واحده، انتوا طبقات برضو، وطبقات بتتنمر على بعض وبتتعلى على بعض وبتشوف حالها على بعض. فهو نفس الكاس كاس وداير، يعني زي ما بيقولوا كاس وداير. السور ممكن يكون سجنك، ممكن يكون مقبرتك. لو خايفين من ثوره الجياع، فالناس لما هتجوع ممكن تحاصرك جوه السور، تمنع عنك الامدادات. ما هو انت اكلك وشربك بيجي من بره السور. لو اتقطع الطريق هنبقى بامان ازاي جوه السور؟ مش هنبقى بامان. فيعني انا مش عايزه اطول، بس هو بامانه ربنا من بعد جيل جدي والدنيا
باظت، لان جيل جدي كان فاهم صح، فاهم ان امانك وامان ولادك بالتكافل المجتمعي، المجتمع يسند بعضه، وانك انت لما بتدي احسان. واحنا داخلين على رمضان، هعيدها تاني، فلما بتدي صدقاتك او بتدي زكاتك انت مش بتمن، انت محتاج للي بتديله، لان لما هو يوصل لحد الكفاف وعلى فكره الناس يعني امنياتها بتبقى بسيطه جدا، هم مش في دماغهم، ما يعرفوش السوشي يا جماعه يعني مش في دماغهم الفور سيزون بيتقدم فيه الكفته شكلها ايه ولا بكام، هو مش في دماغه كل الكلام ده، حاجات بسيطه جدا اقصى امانيه. فلما ما تهنش كرامته، لان اي بني ادم محتاج لكرامته، سواء كان عامل او حد انت تعطف عليه وتحسن عليه وما تشوفش حالك عليه، انت تشتري امانك، انت اللي محتاج لده مش هو اللي محتاج لك. جيل جدي كان فاهم ده صح، جيل بابا كان اخر الاجيال اللي فاهمه الكلام ده. من بدايه الالفينات والدنيا بقت بازرميط، بقى المغفل اللي يدي واللي يحسن يترد له الاحسان باهانه ونكران جميل، وعلشان ما تتاذيش لازم انت تاذي، واللي يسبق هو اللي ياكل، والكلام ده مطرب، الكلام ده مش امان خالص، مش تمام لاي حد، لا اللي معاه ولا اللي معهوش على فكره. يعني هي لما ما بيبقاش فيها امان، ما بيبقاش فيها امان لكل. واحنا داخلين على رمضان، إن يعني نفسي قبليكم نراجع نفسنا، الاتيتيود بتاعنا، افكارنا من جوه واحنا بندي صدقاتنا وزكاتنا بنعمل ايه؟ هل بندي لاي حد اجير استخدمناه لعمل شيء معين واحنا محتاجينه؟ لان الاختيار التاني ان انت تكون بتعرف تعمل الحاجه دي، وانك تعملها لنفسك، وانك تضيع من وقتك ومن مجهودك عشان تعملها، فانت محتاج للاجير ده بنديها له واحنا محافظين على كرامته. الاتيتيود بتاعنا ايه من جوه افكارنا، لان هي دي بدايه حلقه الامان بتاعتنا، دي بدايه احنا ازاي بنحافظ على اماننا الشخصي. مش هقول في العصر اللي احنا فيه ده كمان ان الناس نزلت من، في ناس كتير نزلت من الطبقه المتوسطه للطبقه الفقيره اللي هي بتستراجل انها تكمل يومها او تعيش يومها، لكن مش هقول كمان ارحموا عزيز قوم ذل، لكن ارحموا نفسكم. للاسف اللي تحت ما عندوش حاجه، هو انت لما تبدا تتعامل معاه كويس، هو مع الوقت هيبقى كويس، هيفكر ويحسبها، فاللي في امكانه يعمل حاجه هو ده اللي متوجه له الكلام. خد بالك من افكارك من جوه الاول، وبعدين من افعالك. شوف انت بتصدر ايه، وشوف انت شايف نفسك ازاي. اي حاجه هتعملها هتترد لك خير او شر، ليك ولولادك. جدي ميت اللي بيقف جنب والدتي النهارده، او اللي والدتي تيجي وهي سعيده على ذكرى باباها، وسعيده على ان في حد فاكر كذا وكذا وكذا عمله باباها، وبيقدم لها خدمه او بيقف جنبها علشان باباها ده عمله، واقف لبنته. واخدين بالكم؟ موضوع متواصل، الراجل ميت، فاللي هتعمله هيقعد لاولادك. موضوع مرعب على فكره، على قد ما هو يبسط على قد ما هو مرعب. اوعى تفكر ان في حاجه هتعدي، اوعى تفكر ان اي حاجه عملتها او بتعملها محدش يحاسبني ومحدش يراجعني ومحدش يعاتبني. على فكره حتى العتاب ليه وقت، وبعد كده هتبقى جيم اوفر، بس خد بالك من تصرفاتك، لان هي كده قاعده لذكراك، محدش هيترحم عليك، وقاعده لاولادك. الكاس اللي انت شربته لغيرك هتشربه وهم هيشربوه. الولاد بتحاسب على فواتير افعالنا، ولادنا بيحاسبوا على فواتير افعالنا، زي ما احنا بنحاسب على فواتير افعال اهالينا، ان كان خير او شر. على فكره يعني ممكن تكون الفاتوره حلوه زي جدي كده وزي بابايا، وممكن تكون شر.